و70 وكذلك حتى يوسف محمد يعني قلق الجناح الايسر، قلق برشا. كذلك دفاع النادي الافريقي، الزمالك قاعد يغير في الهجمات، قاعد يتسدد من السواعد، يلعب على لاعب الدائره هاشم ممدوح والقى الحلول من الاجنحه. ان شاء الله مع هذا التايم اوت للنادي الافريقي يلقى الحلول السياء، يلقى الجاده من جديد في التسجيل. ما زال تقريبا دقيقه و10 ثواني على نهايه الفيرست هالف. واللاعب الحكم رفع يده، ما نعرفش علاش. انا رفع تمشي الكره من جديد للافريقيا، التسديد لكن الدفاع موجود عكس الهجمه من هاشم ممدوح. يسدد هاشم ممدوح والفارق يصعد الى 3 اهداف، 17-14 للزمالك المصري. يلا الاستفاقه مطلوبه يا عبد الحق يا بن صالح. امين بنور، تبقى الكره الى لاعب الدائره يسري الغالي. الحظ يعني هنا يفشل يسري الغالي في فيس تو فيس مع مصطفى كريم هنداوي. فما شويه تسرع، نقول فما من التصويبات سبها جيلاني معرف، تعرفوا ما شاركش برشا في المباريات، معناها دخل على طول صوب تصويبات ما كانش معناها حر طليق 100%. على ذاك التصويبه نتاعو ما كانتش ماطره 100%. حتى يسري الغالي كيف حب يترك الكره ضربت على العارضه. على كل حال توا ال 20 ثانيه اهم شيء ما نقبلوش هدف، وبعد بالنسبه للشوط الثاني فما كلام اخر وفما توصيات اخرى. اهم شيء من 3 اهداف خير من 2 اهداف. تبقى الكرة للزمالك المصري، حسن يسري إلى أحمد الأحمر. هنا دخول بقوة ونهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك المصري 17.